دي ميه مجاري اللي انت شغال فيها؟ ايه؟ ميه مجاري اللي انت شغال فيها؟ ما دي؟ اه مية مجاري المنصور. انت بتشتغل في الميه ده على طول؟ متربي انت. اه بس جابت لنا الامراض. اه. طب انت عايز ايه من الدوله يا عم الحاج؟ انت عارف انت هتدور على صحتي؟ اه صح. اه. عند الكبد وعند الطحال وعند الكلى وعرق تلف في بطن. طب الدوله اقولها لك ازاي؟ اكل العيش. بس انت محدش يعني انت بتروح عندكم وحده صحيه في الشرفه؟ احنا الوقت الارض شرب صليت على النبي وفي الصيف بقى كلها بتشرب من ما انا شايف الجوانب هي سمراء دي. اه حرام. ومعايا 5 بنات والرازق ربنا. اه. دي ايه دي؟ خرا مجاري. خرا ربنا. انت بتاخد من مصرف النظام؟ النظام بتروي من الاراضي دي كلها؟ بيت كده. بتروي من ارض النظام؟ بيت كده. وانت بقالك كام سنه شغال كده؟ الماء الحلوة لما تعمل عاملين هناك مكنة رب. لا الميه الحلوه بتجي لك منين؟ ميه الري الحلوه. مية الري الحلوة بتيجي كده. بتوصلك هنا؟ بس احنا بقى الشحية. طب انت دلوقتي بتروي دايما ارضك منين؟ ما هو المية حلوة يا عم، احنا عاملين تنابير اهي شغاله حلو. وايه اللي موجود ده؟ طب بس التنابير الحاجات السمراء دي منين؟ منين؟ دي اه من مي. من الميه دي الميه الحلوه؟ لا من مية البحر. يبقى انت ما بتصرف او بتجيب ميه مية البحر. انت اخبار البنجر؟ لا بقى كان كده بقى. طب البنجر اخباره ايه البنجر؟ البنجر هيك اهو قدام كويس، يعني هيجيب محصول كويس؟ الارض واخده على كده. واخده تاخد ميه. صدق بتاع الصلاحات بيقول لي روح صدق. تمام. وبتاع ما اروح وبتاع تمي لما بيروح بتاع صدق لما بيروح لتمي بقول له روح الصلاحات. حلو. تمام ولا مش تمام؟ وفي الاخر الاثنين لا دي بيقضوا ولا دي بيقضوا. مش كده؟ يعني الرصف ده اهو احنا جايبينه بالمجهود الذاتي وجايبينه برضه تبع بناء. امال ايه حديد مدقوق. يعني هو الراجل صاحب الورشه ده مرخص
بني عبيد. ده مرخص تبع بني عبيد. بني عبيد وواحد جنبه على طول مرخص. ده هو مرخص تبع مثلا مرخص تمي. طب والتقسيم ده يفيدكم ولا ضررنا طبعا. ضرركم. لان انا بقول لك، انا قلت لك تاني وقلت لك لما بتاع تمي بيجي يقدم الصلاحات يقول له انت تبع تمي. بتاع الصلاحات يجي يقدم تمي يقول له انت تبع الصلاحات. طيب العزبه احنا انا لو قلت ان انا من عزبه الحجامفه مركز ايه؟ ان عزبه زي ديت نصها تمي ونصها بني عبيد يفرض على من هنا ومن هنا. هو كان بطريق اجتهاديات سابقا كانوا بياخدوا يقول لك لا ده احنا هناخد مشتركين الميه، عدد الاشتراكات بتاعت الميه ايا كانت هنا او هنا، فكانت بتتم عن طريق العشوائيات، يعني ما كانش فيها اصول. طب احنا لو حبينا نصلح الوضع اللي انتوا فيه، لو حبينا نصلح الوضع، احنا اصلا هنا ما بنستفادش بالخدمه، يبقى نترفع من رسوم النظافه. افضل حاجه ان احنا نترفع من رسوم النظافه ايا كانت، وعملنا مناقشه. يعني بس مشكله اثريه قوي عندنا، احنا عندنا مصالح مهمه عن كده. لا احنا عايزين نتكلم على المصالح المهمه. ما بيتكلموا على ايه؟ على ان في مصالح عامه مهمه جدا. هو يعني حضرتك انا مقدم، بص حضرتك، هو الطريق ديت مرصوف عن طريق الخطه العاجله زمان. جنبي انا عايز بس انا عملت شكوى وخدت الناس كلهم ورحنا بتاع مديريه الطرق، ونزلوا لنا بتاع مهندس. دلوقتي تتبع الوحده المحليه بالصلاحات. احنا بنتبع الوحده. طيب ايه اللي وداك طيب مركز تبال امديد اذا كان ساعتك انت تتبع الوحده المحليه؟ معلش يعني تتبع الوحده المحليه بالصلاحات كل حاجه. يعني انت تتبع الوحده المحليه. بتتكلم على بحر النظام. على بحر النظام. جايبين ميه من بحر النظام خلطوها بميه الري اللي جايه من ترعه البوهيه لنا في ترعه الخمسه دي اللي هي ترعه من انهي مكان؟ جايبينها من هناك من عند الزهير عن طريق مغذي. المغذي ده بيرفع ميه صرف. ميه صرف. ده على فكره على العموم. مصرف صرف جايب بمؤاخذه الصرف الصحي بتاع المنصوره ومصانع المنصوره كله. تمام. وبنرفعه. لا انت مش خدام، انت اخويا الكبير وانا جاي لخدمتك. عم الحاج احنا في دوله خلاص نتمتع بها بالحريه. عايزين لا احنا ما عندناش هنا في الحريه الوقت. يا حاج نعم خليك بس معايا، وانت في مسؤولين بيشوفوك. احنا عملنا ثوره حلو على الفساد وعلى الظلم. واحنا النهارده اللي احنا عملناه في 25 وفي 30 جايين نطبقه على ارض الواقع. عايزين نقول لك انت عايز ايه طلباتك من المسؤولين؟ انت ناقصك ايه؟ المسؤول بيديك ولا ما بيديكش؟ احنا ضحكنا على بعض في الثوره ولا ما ضحكناش؟ هل لما عملنا الثوره وشيلنا مبارك وشيلنا نظام فاسد، هل لسه النظام فاسد ولا احنا كنا بنهرج وشيلنا حد والفساد زي ما هو؟ كلمنا على اشكال الكيماوي متوفره لك؟ لا. حلو. ميه الري متوفره لك؟ لا. طيب القطن ودعم القطن، وزي المشير عبد الفتاح السيسي قال واحنا واثقين في كلامه ان هو دعم القطن ب 2050 جنيه. دعم ازاي؟ دعم وخلى يعني انت دلوقتي الدوله تشتري منك ب 2050 من العاش بقى. وكان حاطط. ده كان في لا يا عم البيوت هنا دلوقتي حاليا في الزهير لا شوف القطن هنا على الطبيعه. انما المشير عبد الفتاح السيسي قال يبقى وزير الزراعه وزير فاشل. قال ادعموا الفلاح في الرز وافتحوا الوقت المحلب قل. ست شكاير لكام؟ يصرفوا لهم ست شكاير وسامعينهم في التلفزيون كده بالخط العريض. وحتى كان في الصعيد لقيت في النشره وفتح المخزن، قال له يا ابني افتح لي المخزن، وفتح له المخزن وقال له ما هو موجود، قال له تدي لكل فدان غله او بتاع بنجر 6 شكاير له يا ابني. ده هو محلب بنفسه على البلد اللي كان قاعد فيها ولا على مستوى الجمهوريه؟ لا على مستوى
بتشتغل في الميه ده على طول؟ متربي انتوا. بس جابت لنا الامراض. طب انت عايز ايه من الدوله يا عم؟ تحتي تحت عند الكبد وعند الاطحال وعند الكلى وعرق تجف في بطن. دي ايه دي خرا مجاري خرا ربطهم. هنعمل بقول لك لولادك على المر اللي قال لي ايه ده امر منه. الحاجات السمرة دي من ايه؟ من ايه؟ ليه؟ من المية. المية دي المية الحلوة؟ لا من مية البحر. انت ما بتصرف او بتجيب مية؟ مية البحر. انت اخبار البنجر؟ يا بقى كان كده. طب البنجر اخباره ايه البنجر؟ البنجر كويس يعني هيجيب محصول كويس؟ الارض واخد على كده. واخد تاخد ميه